بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل فطير بالسكر والسوداني، حشوة السكر والسوداني وجوز الهند والزبيب. اللي زمان أهالينا من سنين يعني كان يقولك لا، رأس السنة الهجرية لازم نفتح فطير. بس قبل ما نبتدي واحكي لكم حكاية الفطير ده، يا ريت نشترك في القناة ونعمل لايك للفيديو وشير مع أصحابنا إن شاء الله. والكومنتات يا جماعة لو عجبكم او ما عجبكوش، يعني يا ريت تقولوا لي في الكومنتات. دي زمان بقى كانوا اهالينا لازم راس السنة الهجرية دي لها احتفالات كبيرة يا جماعة. ان لازم يفتح فطير. تفتح فطير اللي هي يعني تعمل فطير بالسكر بقى، فطير بأي حشوة. آه، بس لازم يعني لدرجة ان كانت الناس لا بتتفائل وتتشائم من موضوع ان انا لا، لو ما عملتش فطير او ما فتحتش السنة الهجرية الجديدة دي بفطير، لا في حاجة بقى ممكن تحصل او كده. هم دماغهم كانت واصلة للدرجة دي، المرحلة دي يعني، ان لا لازم. انا متفائلة لو فتحت فطير. هنا معانا نص كيلو دقيق بس، اللي هم 4 مجات شاي. ومعانا هنا نص كوباية مية، وهنحتاج مية تاني طبعا. احنا بندوب نص معلقة ملح، نص معلقة سكر، معالق صغيرة يا جماعة، معالق الشاي دول 3 معالق دقيق سيمولينا أو دقيق ذرة ناعم. وهقولك بتظبط العجنة في ايه هي. هنا هنبتدي ننزل شوية المية دول، وهنحتاج مية كمان طبعا. هنحتاج حوالي كوباية كمان من مج الشاي. ننزل كده بالمية على العجينة. احنا عايزينها عجينة لينة. تمام. نلمها بايدينا الاول، لو عندك عجان يا ريت. هنلمها بايدينا الاول وننزل بالميه شويه شويه. زي ما قلت لكم بقى، كانت امي وحماتي والناس كتير كده كانت لازم. لا، ازاي السنه الهجريه تيجي ما نحتفلش؟ لا، نفس فكره المواسم يا جماعه. دلوقتي الناس ما بتاخدش بالها ان في موسم الا لما تلاقي مثلا محلات حاطه حلاوه، حلاوة المولد في الشارع وفي المحلات وكده. الناس ما بتاخدش بالها دلوقتي من الموضوع ده. راس السنة الهجرية وفطير كانت حاجة في كل البيوت زمان، لازم الفطير ده. هنا اهو انا سبتها ترتاح 5 دقايق. هرجع لها تاني كده كل شوية. انا عايزة عجينة ناعمة، فهروح واجي عليها كده واريحها 5 دقايق برضه، اغطيها لازم علشان وشها ما يشققش. تمام. وهرجع لها تاني كمان 5 دقايق. والاخر خالص هنبقى نريحها ساعة بقى براحتنا. هنا برضو رجعت لها تاني، بس العجينة ناعمة وطرية ازاي. إيه والله يا جماعة، كانت ايام جميلة وذكريات جميلة، وكلنا كنا بنبقى فرحانين بالفطير ده. إيه، تحشي زي ما قلتلك، جبن، تحشي لحمة مفرومة، تعمليه سادة. المهم لازم في راس السنة الهجرية دي لازم بنفتح الفطير ده. تمام. هنا معانا اهو هنقعد نلت ونعجن في العجين. نلت ونعجن زي ما بيقولوا. انا مش عارفة يعني ايه اللت دي، بس هو واضح من الكلام ان هي دي نلت يعني. تمام. هنعمل كده برضو لحد ما ننعمها خالص، تحسي ان العجينة نعمت في ايدينا خالص. هو ده بقى اللت والعجن يا جماعة، ان هو تعملي بايدك كده لحد العجينة ما تنعم خالص منك. تمام. خليكي قوية كده، رياضة. خلي عندك عضلات. هما نص كيلو مش حكاية على فكرة. ممكن تعملي النص كيلو ده كله فطيرة واحدة. يعني ماما كان لها طريقة كده في الفطير المشلتت، ان هي تعمل كورة كبيرة وتركنها على جنب، وبعدين تعمل كور صغيرة قوي قد كرة البينج بونج كده، قد الليمونة. تعمل كتير قوي قد الليمونة، وبعدين تبتدي بقى الكور الصغيرة دي تفرد الكبيرة الأول، وبعدين تبتدي تفرد الكور الصغيرة دي واحدة واحدة بالسمنة، طبعا سمنة كتير. وتحطها في نص الفطيرة الكبيرة لحد ما تكون سطر كده على الفطيرة الكبيرة. بعدين تقفل عليه الفطيرة الكبيرة. تقفل الفطيرة الكبيرة على سطر الكور الصغيرة اللي فردته جوه الفطيرة ده. يا رب اكون عارفة اوصل لكم المعلومة. وتقفل عليها، وبعدين تبتدي تبططها تاني. كان الفطير فعلا يا جماعة بيطلع مورق كده، عامل زي الطبقات. انا ما بشوفش الطريقة دي دلوقتي حد بيعملها، بس هي دي كانت طريقة الامهات زمان وطريقة الارياف يعني.
لو حد متابعني من الأرياف ممكن يقول لي الطريقة دي بيستعملوها لحد دلوقتي ولا لأ، بيستخدموها لحد دلوقتي ولا لأ. هنا دهنا الوش زيت، حوالي 13 14 فطيرة طلعوا، مش عارفة، ما عدتش كويس. تمام. هنبطط وهقول لك بقى فايدة دي السيمولينا وانك ريحتيها ساعة. بص، مش بتلم معاكي زي الاستيك، يمكن تكون اخر واحدة انا عملتها، بس لو نرجع للي ارتاح شوية هندهن برضو سمنة ونلمها معانا على بعض. دي كده احنا لسه مش هنحشي يا جماعة، احنا علشان الحركة دي هتخليها تورق معاكي وتعمل طبقات معاكي. تمام، واحدة واحدة كده معانا هتلاقي نفسك مش كلنا مولودين بنعرف نعجن يا جماعة. واحدة واحدة بنتعلم اهو. كل ما تريحيها كل ما مش هتلم معاكي زي الاستيك. ودي فايدة انك ريحتيها ساعة، وفي نفس الوقت دي السيمولينا معاكي هو اللي مخلي العجين ما يمطش معاكي زي الاستيك يعني. خلاص احنا هنفضل نلم الكمية كلها كده وهنرجع نفردها تاني، فخليكي قوية كده، بقولك خلي عندك عضلات. دي طريقة تانية برضو اقولك بيها ان انت تعرفي تورقي العجينة ازاي. احنا المهم بس ان هي تتلم على بعض طبقات كده، نفس فكرة الطريقة اللي قلتلكم ماما كانت بتشتغل بيها، بتعمل الفطيرة بيها. لازم واحدة واحدة كده لو حابة ان الحاجة تطلع معاكي مورقة. اهو هنشتغل برضو الكمية كلها بنفس الطريقة. كل ده احنا لسه محشيناش. حطينا اللايك واشتركنا في القناة حبايبي ولا لسه؟ تمام اهو. وندهن برضو ونركنها على شوية كده برضو نريحها شوية، وبعدين نبتدي نحشي تاني. يعني نريحها نصاية كده بعد ما نعملها كده. هو التريح ده اللي بيخلي العجينة تظبط معاكي يا جماعة، ان هي تفرد معاكي حلو والله. وفعلا وايام جميلة وذكريات جميلة وحلاوة المولد مع الفطير. مش المولد بس يعني، مش مولد النبي، بتكلم على راس السنة الهجرية اللي كانوا دايما بيفتحوا فيها الفطير. يعني دي كلمة نفتح فطير دي الواحد يعني فتح عينه على الدنيا. وبنسمع الكلمة دي من أهالينا، نفتح فطير عشان راس السنة الهجرية. أنا بقى اللي افتكرته بصراحة فقلت أما أعمله. بقالنا سنين بجد ما عملناهوش. حابة تصغري الفطاير عن كده صغريها، ممكن لما تطلع معاكي رقيقة برضو هتطلع حلوة. احنا هنعمل برضو الكمية اهي زي ما قلت لكم. انا مجريه لكم الفيديو يا جماعة، بس لازم انك تعرفي يعني تشوفي كام واحدة بتتعمل قدامك علشان تعرفي. ممكن تعمليه سادة خالص، ولما يطلع تحطي عليه سكر ولبن. ممكن تعمليه سادة خالص وتبططيها بعد ما تقفليها، تقليها في الزيت زي القطايف كده، او زي العيش البوري اللي عملناه قبل كده برضو في القناة. تمام. اهي اهو يا جماعة، احنا برضو كل ده لسه مولعناش الفرن، احنا هنستنى يريح شوية. تمام، دي فردنا اهو. دي هنعملها بطريقة الظرف، كأننا بنقفل ظرف كده. هي اي طريقة تقفلي عليها، المهم تديكي شكل الفطيرة المربعة. تمام. دي كله اهو بفرده قدامكم علشان تشوفوا ان هو ما بيلمش زي الاستيك وبيتفرد والعجينة مرتاحة. جربي مع موضوع السيمولينا او دقيق الذرة يا جماعة. عادي دقيق البسبوسة عادي، انا حاطة دقيق بسبوسة اللي بجيبه اكياس بجيبها للبسبوسة. هي مش متضاف عليها اي حاجة، دقيق البسبوسة مش متضاف عليه اي حاجة، انا بجيبه للبسبوسة. تمام. اللي هو ايه الدقيق، مش دقيق مش البسبوسة الجاهزة. لا، البسبوسة الجاهزة ممكن تلاقي متضاف عليه حاجات، لكن ده دقيق
البسبوسة، او دي ممكن تجيبيه سايب. دي عشان اتقطعت طبعا هنحشيها، مش هنحشيها قصدي، هنسيبها كده بس نحط لها سمنة. وعادي ممكن تعمليه مش محشي اي حاجة خالص. زي ما قلت لك ممكن تاكليه كده مع جبنة قديمة، مع جبنة بيضة، مع عسل اسود، مع عسل ابيض، زي ما انت حابة يعني. ده بقول لك للي مش محشي. لكن فكرة اللي انا حاشياه بالسوداني ده مديني طعم اللي كانت ماما فعلا بتعمله في راس السنة الهجرية. دي اخر الحشو خلاص، مفيش حشو تاني. ففي اتنين بقى كده هعملهم ايه، سادة. السادة ده ممكن زي ما قلتلك مع جبنة قديمة، مش لازم تاكليها حاجة حلوة يعني. كده كده العجينة عندنا مش مسكرة، احنا مش حاطين، احنا حاطين آه، نص معلقة سكر صغيرة. وطبعا مفيش خميرة يا جماعة، هو مية ومية ورشة ملح كده للعجن بس، مفيش حاجة. احنا بس هنبطط على زيت زي ما قلتلكم، وهنعجن بالسمنة طبعا عشان يورق ويدي طعم حلو، او زبدة. زبدة بتبقى جميلة جدا برضو لو حابة تحطي زبدة، او تحطي ميكس زبدة وسمنة. بلاش زيت بس عشان ما ينشفهاش قوي، كفاية ان احنا بنفرد على زيت يعني. يلا حبايبي، اوعوا تنسوا بقى الاشتراك في القناة واللايك. عامله لكم فيديو حلو اهو، ف يا رب يعجبكم بس. وجربيها كده النص كيلو يعني، مش هيضايقك في حاجة، مش هياخد مجهود. هما دول حوالي مش عارفة 14 فطيرة أو 13 فطيرة، ما عدتش. هندهن طبعا الوش سمنة، ونغطيها بس لحد ما نولع الفرن. وفرنك هيولع على 230 240. مع المروحة، ما عندكيش مروحة هتبتدي انت بقى ايه، نشتغل احنا مروحة، نلف الصينية كل شوية بايدينا. يعني لو ما فيش مروحة نشتغل احنا مروحة. تمام. وادي اهي الفطاير بعد ما طلعت. بصوا يا جماعة يعني، دي هنسقيها بالشربات عشان اوريكم ان انت ممكن تسقي شربات، ممكن ترشي سكر بودرة، ممكن تستغني عن ده وده خالص. انا رشيت شربات لان هو موجود عندي في التلاجة، شربات بارد والفطيرة طالعة سخنة. يا رب يا جماعة يكون الفيديو عجبكم، ويا رب ما تنسوش اللايك والاشتراك. وان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد بإذن الله.